الآن ينضم معنا الأستاذ نواف المهدي وكيل أعمال اللاعبين وكيل أعمال الكابتن عمر هوساوي. حياك الله نواف، سعيدين بالتواصل معنا والتجاوب مع البرنامج. نواف، أعتقد عندك تعليق على يعني حديث الزميل محمد الذايدي. السلام عليكم. أول شيء أمسي عليك أخوي وأمسي على ضيوفك الكرام وعلى الأخوة المشاهدين. حياك الله. طبعا أنا ماني متابع الحلقة الآن. نعم. لكن وصلني الحديث اللي تكلم فيه الأخ العزيز محمد. احنا يعني ما نبي ندخل في موضوع انكار او هذا حصل او ما حصل. انا اطلب من الاخ محمد بما انه كان عنده الجرأة الكافية والشجاعة انه يتكلم في هذا الموضوع، يفترض يكمل شجاعته ويظهر هذه الاتفاقية لأمر يهمنا طبعا. محمد لا 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 معلش، انا كان نخلص من نواف اكمل واكون على الخط واسمعه. تفضل نواف. طيب. يظهر الاتفاقية. طبعا هو صحفي ما راح يطول أي مسؤولية ومن حقه إنه يظهر أي شيء يحصل عليه ولا راح يطول أي عقوبة أو أي مسؤولية عشان يخاف منها. أنا أطلب منها الآن يظهرها أمام الجميع. نعم. حتى نتيقن من أمرين. نعم. يا إما إنه نثبت صحة العقد هذا ويساءل عمر وأنا أساءل معه بالرغم إني أنا يعني متأكد ان الامر هذا ما حصل، لكن لو طلع عمر مسويها انا مستعد اتقبل اني انا اساعد في هذا الامر. وان كان لم يثبت صحة العقد او عدم حقيقة الموضوع من الاصل، اعتقد انه الاخ محمد وقع في مأزق كبير، خصوصا انه يعني المرة هذه يتحدث عن لاعب باهمية واسم الكابتن عمر هوساوي وبنادي كبير مثل نادي النصر ومقبل على مشاركة مهمة في المنتخب في كأس العالم. واعتقد اتمنى يعني من الاخ محمد انه يظهرها. انا بالنسبة لي غدا يعني اذا لم يكون واضح اكثر في هذا الموضوع راح نتخذ فيه الاجراءات الرسمية. الموضوع لا يجب ان يمر مرور الكرام. احنا ما نتحدث عن امر يطرحه الاخ محمد، انا ما في بيني، بالعكس محمد اخ صديق وهو راح يتكلم في هذا الامر. نعم. لكن نتحدث عن امر خطير، انه لاعب وقع لنادي وانه النادي هذا الان يملك نسخه من الاتفاقيه وانه تم ايقاف هذه الاتفاقيه بسبب ميثاق الشرف. لا، انا اطلب منه انه يظهر الموضوع هذا امام الملأ وبكل شجاعه حتى نستطيع تحديد الامر صحته من عدمه. لكن اذا كان هذا الامر ما كان صحيح، اعتقد ان الاخ محمد وقع في مأزق كبير. والمأزق الاكبر لو اظهر اتفاقيه لم يكن عمر اصلا من الاساس موقع عليها، هذا راح تدخل في مساله تزوير. فاتمنى ان يظهر الامر حتى نعرف كيف نتحكم في هذه القضيه. طيب استاذ نواف تفضل. الله يحييك. بما انه طرفك موجود الاستاذ محمد الذايدي بيرد على كلامك، يكون في نقاش على هذا الموضوع. بس بكل ود. ممتاز، شكرا على تجاوبك. بس للتذكير، اعتقد انه محمد ما ذكر انه في اتفاقيه وتم توقيع عليها وكذا، هو بياكد لك الكلام اللي ذكره. تفضل محمد. نواف، كيف حالك حبيبنا؟ الله يحييك اخوي محمد. مشتاقين طال عمرك. الله يطول عمرك، تشتغل في الجنه. الله يسلمك. اول حاجه انا ما قلت ان الكابتن عمر وقع اتفاقيه ولا قلت شيء. انا قلت انه الكابتن عمر كان فيه شبه يعني ان عمر حيروح للهلال، مش اتفاقيه مكتوبه، ان عمر يروح للهلال. الهلال احترم الموضوع ده وابعد عن الموضوع. لما صار فيه ميثاق شرف ابعد عن الموضوع. اذا تبغاني استرسل اكثر يا نواف انا ممكن استشهد بحديث صار بيني وبينك، لكن انا ما ابغى اتكلم فيه على الهواء. لا استشهد. لا مو مصالحك يا نواف. لا بالعكس اتكلم. انا اطلب والله يا اخوي محمد، انا اطلب منك. لا اللي بيني وبينك يبقى بيني وبينك زين. لكن انت متصل على شيء واحد تقول لا. خليني اكمل كلمتين يا نواف. انت متصل على شيء واحد تقول ان محمد قال ان عمر هوساوي وقع اتفاقيه وكذا. الكلام هذا ما قلته. انا اقول ان فيه من مصادري ان عمر هوساوي كان قريب جدا 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 من الهلال، ولكن بعد ايثاق الشرف الهلال ابتعد عن الموضوع بس. نعم. طيب والدليل على هذا الكلام؟ مصادري الصحفيه. زي ما كان نسمع الحين مصادر ان عبد الله عطيف كان قريب يوقع للهلال، سمعنا من اكثر من مره. للنصر قصدي.
كانوا نفس المصادر حقتي. طيب واضح محمد. معلش عندي بس نقطة ولا أقل من دقيقة. تفضل. إذا نتحدث بأن عمر كان قريب من الهلال وأن الأمر وقف بسبب ميثاق الشرف، هذا يعني أن عمر نعم. جلس مع الأطراف الهلالية، صحيح؟ أنا ما قلت جلس. طب شلون كان؟ لا شوف أنا أعرف أنه قانوني وما في أحد بالوسط الرياضي ما رفعت عليه دعوة، زين؟ لكن أنا ما وقعت في ترى محظور قانوني على كلامك وتهديدك لي. لا تهددني يا نواف، اسمعني نواف لا تهددني، زين؟ ترى احنا اصدقاء. لحظه شوي، ترى لا انت اللي انا ما قلت في اتفاقيه ولا قلت اجتمعوا مع الهلال. انا قلت مصادري يقول ان كان عمر قريب وقاب قوسين او ادنى من توقيع للهلال، لكن الهلال تخلى عن الموضوع بعد ميثاق الشرف. أنا والله لو كنت سامع الكلام هذا حرفيا بكل أمانة ما كنت داخل، لو كنت بتتكلم عن مصادر، لأنه هذا الأمر ذكر في أكثر من صحيفة وأكثر من خبر. وفي الأخير اللاعب وقع النادي. طيب أستاذ نواف، احنا شاكرين لك تواصلك وتفاعلك معنا، يعطيك العافية. هذا هو حديث الأستاذ نواف المهدي وكيل أعمال اللاعبين مع زميلنا محمد الذايدي.